جماعة، هو انتوا شفتوا اللي حصل؟ انا نمت صحيت لقيت نص السنة عدى وتقريبا فاضل قدهم بس، وبرضه هيعدوا في لمح البصر، وهاجي اقول لكم شفتوا ده 26 عدت وانا لسه في مكاني، وهقول نفس الشكوى ونفس الكلام. اصل الوقت عدى بسرعة، بس الحقيقة ان الوقت كده كده بيعدي. في حد بيجري مع الوقت وهو بيجري، وفي حد بيفضل واقف مكانه، وانا قررت ان انا مش هقف مكاني من النهاردة. احنا ساعات بنبقى مستنيين الوقت المناسب، اصل لما يبقى عندي طاقة هعمل، اصل لما الساعة تيجي 12، لما الدنيا تهدى شوية، اصل الجو حر. خلاص هبتدي لما اخلص اللي ورايا، والدقيقة بتجيب ساعة، والساعة بتجيب يوم، واليوم بيجيب شهر، والشهر بيجيب 6 شهور فاتوا من عمري. معرفش فاتوا امتى. لو عايزة ال6 شهور الجايين من السنة ما يضيعوش زي ال6 شهور اللي فاتوا اللي انا معرفش هم راحوا فين، فتابعي معايا الفيديو ده. انا مريم موزة ودي قناتي، وانتي منورة الكوكب كله. اول حاجة هعملها في ال6 شهور الجايين وهي ان انا هكون نمبر 1 في حياة نفسي، لان لو انا ما كنتش نمبر 1 في حياتي فعمري ما هبقى نمبر 1 في حياة اي حد. لازم اكون الاولوية لنفسي. راحتي اهم، صحتي اهم، شكلي اهم. ده مش كبرياء، ده مش تعالي، ده مش اي حاجة من الحاجات اللي في دماغك. كل اللي فيها ان انت هتحبي نفسك اكتر عشان تقدري تدي حب اكتر، تدي حب غير مشروط، تدي حب وانتي مبسوطة، تقدمي وانتي سعيدة، ما تكونيش جاية على نفسك. لما تحبي نفسك وتخليها رقم 1 هتقدري تدي كل الناس اللي حواليكي الحب والأمان واحتياجاتهم اللي هم محتاجينها منك بطريقة مليانة حب ومليانة خير، بوفرة زي ما بيقولوا. مش هتبقي بتقدمي وانتي مجهدة وانتي تعبانة وانتي مكسورة وانتي مش شايفة وانتي مسرحتيش شعرك بقالك أسبوع. بالعكس، فخليكي دايما الأولوية في حياة نفسك عشان انتي عند نفسك أهم واحدة في الدنيا. تاني حاجة، حددي هدف واحد بس هتعمليه خلال ال6 شهور. ما تكرريش، ما تخططيش لمليون هدف. هدف واحد بس، هدف واحد بس. حتى لو هتعملي الهدف ده لمدة 20 دقيقة بس في اليوم، لو انت حسبتيها 20 دقيقة في 30 يوم في 6 شهور، هيبقى كأنك حققتي هدفك ده في 120 يوم كاملين. هحقق هدف ان انا هبتدي اقرا لمده 20 دقيقه بس، هحقق هدف ان انا همشي لمده 20 دقيقه بس، مهما كانت الظروف، مهما كان اللي حصل، الدنيا مطرت، البرق برق، الرعد رعد، هنزل امشي 20 دقيقه في اليوم. خدي قرار، شوفي قرار وخديه. طيب انا مش عارفه اخد القرار، تمام، فكري انتي ايه الحاجة اللي لو ابتديتيها النهاردة كمان 6 شهور لما تبصي عليها هتكوني فخورة بنفسك. انا هبقى فخورة بنفسي لو قريت الكتاب الفلاني، لو قريت كتاب ربنا كامل. انا هبقى فخورة بنفسي لو خسيت. انا هبقى فخورة بنفسي لو ذاكرت انجليزي. انا هبقى فخورة بنفسي لو شوفي ايه الحاجة اللي هتبقي فخورة بنفسك فيها وابتدي فيها النهاردة. تالت حاجة، أنا قررت إن أنا هنظف حياتي، وإنتي كمان. أنا هنظف حياتي من أي علاقة فاشلة، أنا هنظف حياتي من أي شخص سلبي، أنا هنظف حياتي من أي شخص مؤذي، أنا هنظف حياتي من أي عادة سيئة، أنا هنظف حياتي من أي فكرة بتيجي في دماغي وبتأثر عليا وعلى تفكيري وعلى نومي. أنا هنظف حياتي من السوشيال ميديا كتير. خدي قرار إنك تنظفي حياتك. مفيش سوشيال ميديا قبل النوم بساعة، بس نظفي حياتك من كل المؤثرات اللي عليها الخارجية اللي بتأذيكي وانتي مش واخدة بالك منها، لأن أي مؤثر خارجي بيأذيكي. في ناس بتستنزف طاقتنا، في ناس بتعلمنا نكون جاحدين، في ناس بتعلمنا نبقى قاسيين، في ناس بتعلمنا نبقى مش احنا. يعني في بنات بتقولي أنا طبعي رقيق، معاهم بجعر، لان هم ما بيفهموش غير بالجعير وبالزعيق والصوت العالي. الناس اللي زي دي ابعدي عنهم، ولو مش هتقدري تبعدي عنهم قنني التعامل معاهم لاقصى درجه. رابع حاجه، هعمل روتين يخدمني مش انا اللي اخدمه. في بنات بتبتدي تعمل الروتين تقول لي ايه، مريم انا خلاص انا هعمل روتين لشعري. حلو، هنعمل ايه؟ هنغسل، اوكي، بلسم، حمام كريم تلت ساعة، حمام زيت 4 ساعات، نعمل مش عارف ايه. يا بنتي هو الروتين ده بيخدمني ولا انا اللي بخدمه؟ انا اللي شغالة تحت امر الروتين يا بنتي. في ايه يا بنتي؟ تيجي تقولي احنا هنعمل روتين الشاور. حلو، الشاور جميل، يلا. اول حاجة احنا نستحمى بصابون مغربي، اوكي، ندعك بالليفة، نيلة مغربية، نيلة زرقاء، عين جمل، حوت يتيم، حاجات غريبة
تمام، عملنا كل ده، تطلعي بقى بادي لوشن، بادي ميست، بادي سبلاش، بادي اويل، دراي اويل بقى. بعد ده كله خلاص خلصنا، نقفل بقى المسام، حطي تونر، حطي مش عارف، حطي ايه يا بنتي، ايه يعني في ايه؟ انا جسمي عارف ان هو كل المنتجات دي داخله له. احنا بنعمل روتين يخدمنا، يخدم بشرتنا. انا ما بقدرش التزم على الروتين، انا اغسل وشي الصبح بالغسول، احط صن بلوك، همشي، انا عملت روتين. اعملي الروتين اللي يخدم بشرتك انت بتنزلي في الشمس، استخدم صن بلوك وهنزل. انا لا مش عارف ايه، طب انا هقعد، انا قررت ان انا ادلع نفسي، وماله، اعملي الروتين اللي انت نفسك فيه ودلعي نفسك. لكن مش طول الوقت نبقى قاعدين انا هجيب ده، انا هجيب البرودكت ده، انا هجيب البرودكت ده. ما معناش فلوس، احنا ما معناش فلوس للبرودكت دي كلها، احنا ما معناش فلوس عشان المنتجات دي كلها نجيبها ونحطها ونستخدمها. فخليكي في الحاجه السيف البسيطه، الحاجه اللي انت هتستخدميها بجد اشتريها، واعملي روتين بسيط يناسبك انت. رقم 5، استثمري وقت فراغك. افتكري ان كل دقيقة او كل ساعة انت بتقضيها على السوشيال ميديا هي بتضيع وقتك. استثمري الوقت ده انك تتعلمي اي حاجة، حتى لو كروشيه، حتى لو تريكو، حتى لو تقري قصة صغيرة خالص بتاعة الاطفال انجليزي، اي حاجة. استثمري وقت فراغك في حاجة تكون منتجة ومفيدة ليكي، حتى لو النتيجة بتاعتها مش هتبان النهاردة، لان احنا هدفنا كمان 6 شهور. رقم 6، وهي ان انا هطبطب على نفسي وهبطل اجلدها. بكل بساطة انا بكلم نفسي بطريقة وحشة، بطريقة قاسية، بقعد اقول لنفسي ان انا اتصرفت غلط، ان انا ما اتصرفتش صح، ان انا اتكلمت كلمة ما كانش في محلها، واجلد نفسي على كل كلمة وكل موقف انا بعمله. واصلا لو انا ده بيحصل لي في الحقيقة وحد طول الوقت بيجلدني كده، انا اكيد كنت هبقى شخص منطوي بخاف وجبان. فالحمد لله ان ده ما بيحصلش. انا لازم اكون حنينة على نفسي، مش ممكن اكون حنينة على الناس وبأس على نفسي. انا محتاجة اطبطب على نفسي، انا محتاجة احبني، انا محتاجة اقول لنفسي معلش كلنا بنغلط، معلش ده عادي. انا لازم اقول لنفسي كده، وانتي كمان طبطبي على نفسك لما تعملي حاجة غلط. لو عملتي دايت ويوم باظ في داهية عادي، لو في يوم نسيتي حاجة مهمة عادي، لو في يوم قررتي ان انتي مش هتعملي حاجة وهتفضلي قاعدة في السرير مش قادرة تتحركي عادي، بس ما يبقاش كل يوم. شجعي نفسك، حفزي نفسك، انتي قادرة، انتي قوية، انتي هتعرفي، يلا يا مريم يلا. شجعي نفسك طول الوقت عشان ده حقها عليكي. واخر حاجة، عشان تحققي هدفك خلال 6 شهور، عايزاكي تتخيلي نفسك دلوقتي الحاجة اللي انتي قررتي انك هتعمليها خلال ال6 شهور دول. تتخيلي نفسك دلوقتي انتي عايزة كمان 6 شهور تبقي عاملة ازاي. غمضي عينك وفكري، انا كمان 6 شهور عايزة ابقى. قولي اللي انتي عايزاه، حلوة، احلى، تخينة، سعيدة، قارئة، ناجحة، موهوبة. عايزة ابقى لقيت موهبتي، عايزة ابقى بنت مطيعة، عايزة ابقى زوجة صالحة، عايزة ابقى ام هايلة. شوفي انت عايزة تكوني ايه، عايزة تحسي بايه. تحسي انك ناجحة، انك مسيطرة، تحسي انك رائعة، تحسي انك عظيمة، تحسي انك مفيش منك. وعايزة تقولي انك حققت ايه. انا حققت حب بين ولادي، انا حققت استقرار اسري، انا حققت حلمي وخسيت، حققت هدفي وذاكرت، انا حققت، انا تعبت على نفسي عشان كذا. وافتكري دايما ان النسخة اللي انت بتحلمي بيها دلوقتي هي محتاجة قرار، وقرارك ده هيبتدي دلوقتي. انك تاخدي قرار دلوقتي انك لمدة 6 شهور هتتبعي الحاجة الفلانية عشان تبقي فخورة بنفسك في اخر السنة، وما تحسيش ان السنة عدت في السهل. وبس كده، دول كانوا 7 حاجات انا هعملهم من النهاردة لغاية اخر السنة، عشان انا مش عايزة 26 تضيع مني. اتمنى انت كمان تمشي معايا في طريقي. وبس كده، شكرا جدا على وقتك.